سرقوا صندوق التبرعات ولقوا فيه 100 جنيه، اشتروا ب 49 جنيه سجاير والباقي فرقوه على نفسهم. كانوا متوقعين ان صندوق التبرعات فيه مبلغ وقدره حوالي 1000 جنيه، بعد ما سرقوه لقوا ان الصندوق فيه 100 جنيه، اشتروا ب 49 جنيه سجاير والباقي فرقوه على نفسهم. ورموا الصندوق في ترعة. اغرب سرقة حصلت في التاريخ هي سرقة صندوق تبرعات دار ايتام وفي شهر رمضان الكريم. زي ما احنا شايفين الفيديو، 3 شباب راكبين عربية بيجمعوا كرتون، واضح ان هم بيلموا يعني كنز وكرتون وحديد وبلاستيك والومنيا والحاجات دي. اكتشفوا صندوق التبرعات اللي هو قدام دار رعاية الايتام. الصندوق ده مثبت بماسورة حديد في الارض بخرسانة ومعمول بالقفل، مقفول بالقفل. ال3 شباب بصوا حواليهم يمين وشمال كده، كل واحد بيشاور نفسه كده وبيفكروا ان هم يسرقوا صندوق التبرعات ده. بيبص حواليهم اهو، خلاص نزل من العربية، هو كده متجه ناحية الصندوق بيشوف حد شايفه ولا لا. الساعة كانت 6 الا تلت الصبح في شهر رمضان الكريم والناس صايمين. زي ما انتم شايفين بيبص حواليه كده في حالة من التوتر كده شوية اهو، بيحاول يفش القفل بتاع الصندوق، بيشد القفل على امل ان هو يفك او يفك منه القفل، لكن هو مش عارف. بيحاول اهو يا جماعة، برضو مفيش اي فايدة في القفل بتاع الصندوق. طيب هيعمل ايه بقى الشخص ده؟ هيروح واحد من اللي معاه يساعده في نزع الماسورة نفسها، يعني هيحاولوا يخلعوا الصندوق ذات نفسه بالماسورة بتاعته بكله، بالحديد بقى بالألمونيا، وهي فرصة نفشه براحتنا بعدين في المكان اللي احنا هنقعد فيه. بيحاول اهو، طبعا خلاص كل المحاولات بقت بالفشل، فقرروا ان هم يزقوا العمود علشان خاطر يخلع العمود من الخرسانة ويشيل الصندوق هيلا بلا ويحطه على العربية ويتكلوا على الله. بيحاول يلخلخ الصندوق اهو، واضح ان هو فعلا يعني الماسورة الكتلة الخرسانية كلها بتطلع معاهم. شايفين مع بعض اهو، بينده لصاحبه التالت ينزل من العربية، تعالى معانا. ده اقوى واحد فيهم اللي هو بيزق ده، فعلا شد الصندوق و خلاص يعني هو كده الصندوق طلع من الارض، بس الكتلة الخرسانية ماسكة في الصندوق الحديد. هيعملوا ايه بقى الشباب دي؟ هيحملوا الصندوق كله على العربية ويروحوا يفشوه في مكان تاني. شايفين مع بعض اهو، واحد بيضحك والعربية طلعت قدام شوية. هيرجع بقى بالعربية كده ولا هنشوف هيعمل ايه؟ بيلف بالعربية اهو وراح جنب الصندوق، وقف خلاص كده بالصندوق، وهم بيحاولوا كده ان هم يشيلوا الصندوق مع بعض كده، هيحطوه على العربية بتاعتهم. خلاص فعلا الصندوق خلاص طلع من الارض، خلاص يعني الخرسانة فارت من الارض كلها اهو، شد خلاص كده يا جماعة الصندوق فك من الارض خالص. بيشيلوا بقى الصندوق وهيحاولوا يحطوه على العربية بحمار. حملوا الصندوق على العربية. يا فجركم في شهر رمضان والساعة 6 الصبح الناس صايمين اهو، واضح يا جماعة ان خلاص كده الصندوق كده كل سنة وانت طيب. حطوا الصندوق على العربية، يلا نجري يلا بينا يلا، كل واحد يجري، ركبوا العربية وخلاص خدوا الصندوق التبرعات. الغريب بقى ان بعد ما تم القبض عليهم كل واحد اعترف ان الصندوق كان فيه 49 جنيه واشتروا بهم سجاير. الصندوق كان فيه 100 جنيه واشتروا ب 49 جنيه سجاير، وادوا الباقي للمباحث اللي مسكتهم اللي تم القبض عليهم. يعني كانت اغرب محاولات سرقة من اللي هي فاشلة بصراحة. كانوا فاكرين الصندوق هيبقى فيه تبرعات كتير، خصوصا ان هو في شهر رمضان الكريم، وطبعا الناس كلها بتطلع تبرعات وزكاة عيد الفطر وكل ده، الناس كلها كانت بتتبرع في الصندوق. فكانوا متوقعين ان الصندوق يطلع فيه مبلغ وقدره يعني لا يقل عن 1000 جنيه، ده اقل واجب. كانوا متوقعين ان هيطلع فلوس كتير، لكن للأسف يعني طلع نقبهم على شونة، وللأسف يعني لقوا فيه 100 جنيه اشتروا ب 49 جنيه سجاير، والباقي طبعا كل سنة وانت طيب فرقوه على بعض. خلصت الحدوتة كده وخلاص خلصت
ودي كانت من اغرب السرقات اللي بتحصل في شهر رمضان الكريم. اللي بيسرق ده ما عندوش يا مرحمين، يعني مفيش فرق رمضان شعبان شوال، يسرق وخلاص، هو جات له الفرصه، منين ما اتيحت له الفرصه ان هو يسرق فبيسرق. ما براعيش طبعا يعني صاحب الصندوق، ما براعيش ان ده دار ايتام، ما بيراعيش ان احنا في شهر رمضان الكريم. طبعا واضح ان هم فاطرين بما انهم اشتروا سجاير، يعني محدش بيعمل الكلام ده كله غير لما يكون يعني واحد ضايع خالص يعني، او جايز يكون بيشرب مخدرات او حاجه زي كده. تابعوني على قناه حياتنا اليوم، وسيبوا لي تعليقات علشان نجيب لكم جوله حول كاميرات المراقبه في كل مكان. هعرض لحضراتكم على القناه حياتنا اليوم اغرب الفيديوهات اللي احنا شفناها من خلال كاميرات المراقبه. كنا بنقوم بتفريغ كاميرات المراقبه في بعض الاماكن كده يمين وشمال كده، وكان بتواجهنا مجموعة من الحاجات اللي كنا يعني بنشوفها غريبة جدا. دي كانت واقعة منهم، حبيت اوريها لحضراتكم. لو عجبك الفيديو متنساش اللايك والشير، وشكرا لكم والى اللقاء.